ممولة على صعيد إفريقي بالدول الشقيقة، وأيضا بتمويل آخر خارج إفريقيا يمكن نشتغل إن شاء الله لإنجاح هذا العمل. بطبيعة الحال العدد والدول الافريقيه بشكل عام. طبعا يسعدنا ان احنا حضرنا مثل هذا المؤتمر او المحفل العلمي الكبير. تحياتي، معكم الدكتورة دينا العشري، ممثل جامعة النيل الأوروبية، وهي أحد أهم الجامعات الخاصة التي قامت الآن بعمل تعاون مثمر طبعا مع جامعة عريقة مثل جامعة ابن زهر، وهي أحد أهم الجامعات الحكومية في المغرب العربي. وشرفنا بعقد هذه الشراكة اليوم، ونأمل في مزيد من التعاون مع الجامعة ومزيد من التقدم. وطبعا تم الاتفاق على العديد من الأمور، منها التبادل الطلابي، وكذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس، وكذلك اعتماد الطلاب سواء بالنسبه لجامعه النيل او بالنسبه لجامعه ابن زهر، وكذلك جامعه اوكسفورد المفتوحه. تحياتي للجميع، واتمنى التوفيق دائما ومزيد من الشراكات مع العديد من الجامعات الحكوميه. تحياتي.